صباح الورد، صباح الفل. طولت عليكم أدري، آسفة، بس توني خالصة. اليوم بسوي أجنحة الدياي بصلصة الديناميت. أوكي، نفس الصلصة اللي سويناها حق السلطة بنسويها اليوم حق أجنحة الدياي. حق اللي ما ياكلون شرمب ومشتهين ديناميت تقدرون تسوونه على أجنحة دياي. تابعوا الطريقة. هذه الوصفة بعد من تأليفي، أكيد يعني ما مرت عليكم من قبل. ديناميت تشيكن وينجز. أول شيء بتبل أجنحة الدياي. وبنات جناح الدياية لازم تشيلون الجزء اللي هني، لأن هذا الجزء يسبب زفرة، فلازم تقطونه ونستخدم هذا الجزء من الجناح فقط. يفضل تستخدمون دياي طازج. تلقون بأغلب السوبر ماركت حاطين لكم أجنحة كذي بالثلاجات. إذا ماكو اخذي دياي طازج من راعي الدياي وشيلي الأجنحة، خشيهم حق هالطبخة. أوكي، يعني طبخة الدياي بدون جناح. تمام. أول شيء بسويه بتبل أجنحة الدياي. شنو التتبيلة؟ ملح، كزبرة بودر، فلفل أسود، عصير ليمونة، وآخر شيء بضيف الثوم المدقوق، ثوم فريش مدقوق. بس هذه التتبيلة بسيطة جدا بس لذيذة لذيذة. أوتش، هذا الثوم. فركت الأجنحة عدل بالثوم والبهارات لين تأكدت أنه تغلفت الأجنحة عدل بالتتبيلة. أوكي، الحين عاد نغطيها بالطحين علشان نقليها. تمام. شوفوا الطحين اللي بغلف فيه الأجنحة بحط طحين، أوكي، طحين المطاحن عادي الأبيض، وبضيف له نشا فقط. ما راح أضيف ملح لأن أنا ملحت الأجنحة، ولأن بعدين بحط الأجنحة بصوص فما بيصير الأكل وايد مالح. نضيف فقط طحين ونشا. أوكي. النشا شنو فايدة النشا هني بهذه الخلطة؟ إنه يخلي الأجنحة تصير كريسبي. أول شيء بسويه أخلط الطحين مع النشا كذي عدل. أوكي، ما راح أغطس الأجنحة ببيض لأن الأجنحة أساسا فيها سائل فراح يمسك الطحين، يعني ما نحتاج نضيف بيض أو شيء. أوكي، يلا. من المسجات اللي تسعدني لما توصلني يقولوا لي بنت الهاشمي شجعتينا ندخل المطبخ قبل نحس الطباخ شيء وايد صعب، وفعلا نجرب ويضبط معانا الطبق اللي ناخذه منك. والله وايد يسعدني هالكلام بنات فعلا. ودايما الطلبة المغتربين دايما يدزولي تطبيقاتهم، يعني ما تخيلون ايش كثر اكون سعيدة بهالتطبيقات. يعني صدق حتى اليوم بالفيصلية البنات يقولوا لي اشرحين بالتفصيل، فحتى اللي ما تعرف يعني شيء بالمطبخ ولا عمرها دخلت مطبخ يعني تتشجع انها تطبق. وفعلا يعني انا حتى يعني ناس من اهلي، حريم اخواني، خواتي، على طول ترى فاتحين اليوتيوب مالي ويطبقون الوصفات لان الشرح مفصل. فأقول لكم والله يسعدني أشوفكم صدق تدخلون المطبخ وتطبخون وتاكلون وتطبخون حق عيالكم. أستانس والله. وبس تكفون لحظة عندي ملاحظة. الطلبة اللي يدرسون برا ودزولي تطبيقاتهم يدزولي يكتبون خالتي طبقنا المقلوبة وايد حلوة ويدزولي الصورة. لحظة، ليش خالتي؟ ليش خالتي؟ ترى أنا والله صغيرة. ليش أطبخ فكله خالتي؟ نادوني خالتي. أوكي، حلو الاحترام وحلوة كلمة خالتي، بس أنا ترى مو مرعودة. توني صغيرة، فرجاء قولوا لي بنت الهاشمي لا تقولون خالتي. لا تغشمر معاكم، اخذوا راحتكم. صدقنا يعورني قلبي لما تقولون خالتي، تكبروني، بس أستانس بعد إذا شفت تطبيقاتكم. وبس وخلصنا.
الحين على ما يحتر الزيت، حطيت الزيت على الشولة عشان أقلي الأجنحة. بسوي معاكم صلصة الديناميت. خلاص أتوقع يعني حفظتوا مقاديرها: كاتشب، مايونيز، سويت اند تشيلي، سيراتشا. ذاك اليوم ضفت رانش لأنه سلطة، اليوم ما راح أضيف رانش. وتقدرون تضيفون صويا صوص وثوم مدقوق وبس. هذه مقادير صلصة الديناميت. أوكي، هذا الكاتشب طبعا يكون كميات متساوية، يعني كوب مثلا من كل نوع أو ربع كوب أو نص كوب، كميات متساوية. ما عدا الصويا صوص ما تحطون وايد، يعني مثلا حق كل كوب من المقادير الثانية. وسراتشا صوص بعد ما تحطون وايد لأن الصوص حار. فكل كوب مثلا إذا حطيتوا كوب كاتشب، كوب مايونيز، كوب سويت اند تشيلي، تحطون قفشتين سراتشا وقفشتين صويا صوص. عرفتوا؟ إذا تحبونها حارة أكثر تزيدون السراتشا. الحين مايونيز نفس الكمية، سويت اند تشيلي نفس الكمية. الحين أنا هبيت بالفقع ويننتكم وما ظل وصفة فقع ما سويتها. الحين هبيت بالديناميت، بسوي كل الأشياء الممكنة بالديناميت. حطيت السراتشا أوكي تقريبا قفشتين وبس. تقدرون تضيفون ثوم مدقوق، أنا ما راح أضيف لأن أنا متبلة بالثوم. وتقدرون تضيفون قفشتين صويا صوص وبس. كذي صوص الديناميت جاهز. ببلش الحين أقلي أجنحة الدياي. أوكي، أنزلها بالدهن. بسم الله. أول شي على نار عالية، وبعدين نقصر على الشولة، وتاخذ تقريبا 10 دقايق. أوكي، لأن الأجنحة مو مطبوخة نية فتاخذ وقت شوية. بس أول شي ننزلهم وإحنا مطولين على الشولة. أوكي، دقيقتين بعدين بقصر. شوفوا بنات، مقصرة على الشولة حدها. لازم تتركون الأجنحة 10 دقايق عشان تستوي. أوكي، فلا تطولون على الشولة. شوفوا للحين ما شلت أول دفعة. لازم تتركونه كذي على نار هادية ياخذ راحته ويستوي. بلشت شوفوا الأجنحة تاخذ لون، بس بعد أبيها تصير شقرة. الأجنحة جاهزة، نطلعها من الدهن ونغلفها بصوص الديناميت. بس أول شي بقلي الدفعة الثانية، بعدين نغلفهم بصوص الديناميت. شفتوا هذا اللون المطلوب. وترى كذي بعد لذيذة، يعني كذي تقدرون تاكلونها تصير كأنها بروستد، تينن حتى بدون صوص، لذيذة. على ما تستوي آخر دفعة بغلف الدفعة هذه بالصوص. طبعا لازم تغلفونها بالصوص وتقدمونها على طول علشان تظل كريسبي. بس ونحطها بماعون التقديم. الماعون حاطه فيه خس وحاطه فيه شيبس. وهلا بالجمال، هلا بالجمال. وخلص طبقنا اللذيذ، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. قدمته مع الشيبس والبيبسي. أحلى تشيكن وينجز، أحلى ديناميت تشيكن وينجز. جربوا الطريقة. وهذا اللي ما حطيته بالصوص خليته كذي حق اللي ما يحبون السبايسي، يغمسونه بكاتشب ومايونيز وبالعافية. وبس والله خلصنا. الحين باكل وبنام ونلتقي باكر إن شاء الله.
بنات، من الحين أقول لكم اللي ما تجرب الوصفة طافها وايد، قسما بالله مو لذيذة، إلا فوق 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 اللذيذة. ألذ طريقة حق أجنحة الدياي، تهبل الطريقة، جربوها.